لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. جزاكم الله خيرا. واصل نادي الرجاء الرياضي سلسلة نتائجه الإيجابية في مبارياته الإعدادية، محققا فوزا مهما في رابع اختبار ودي له ضمن برنامج التحضيرات للموسم الكروي الجديد. وجاء الانتصار هذه المرة على حساب فريق الكوكب المراكشي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم السبت على أرضية أكاديمية النادي. ورغم أن النسور الخضر وجدوا أنفسهم متأخرين في النتيجة بهدف مباغت من الفريق المراكشي، إلا أنهم سرعان ما استعادوا زمام المبادرة، حيث تمكن المدافع عبد الله خفيفي من تسجيل هدف التعادل، قبل أن يضيف الوافد الجديد البوليفي فيكتور أبريغو الهدف الثاني، منهيا الشوط الأول بتفوق الرجاء ب2-0. وفي الشوط الثاني عزز المهاجم يونس النجاري النتيجة بهدف ثالث بعد دخوله كبديل ليحسم الانتصار لصالح فريقه. وكان الرجاء قد خاض قبل هذه المواجهة 3 مباريات ودية، بدأها بالتعادل أمام وداد تمار بهدف لمثله، ثم حقق فوزا مقنعا على حسنية أكادير ب3 أهداف مقابل هدف واحد خلال المعسكر التدريبي الذي أقيم بمدينة أكادير، قبل أن يتغلب على الاتحاد الرياضي البجعدي بهدف نظيف. ويواصل الفريق البيضاوي استعداداته تحت إشراف المدرب التونسي لسعد جردة الشابي، الذي يسعى إلى الوقوف على جاهزية العناصر الأساسية وإيجاد الانسجام بين الوافدين الجدد وبقية المجموعة، وذلك في ظل غياب 6 لاعبين بارزين عن المعسكر، وهم الحارس المهدي الحرار، محمد بولكسوت، يوسف بالعامري، صابر بغرين، المهدي لمشخشخ، وابو شعيب العراصي، بسبب التزامهم بتمثيل المنتخب الوطني الرديف في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. هذا الفوز الرابع والثالث تواليا يعكس مدى تطور أداء الرجاء خلال فترة الإعداد، ويبعث برسائل إيجابية لجماهيره العريضة التي تنتظر موسما حافلا بالمنافسة على الألقاب. كشفت مصادر مقربة من محيط نادي الرجاء الرياضي أن المدير الرياضي الفرنسي سيباستيان سوماكل وضع اسم المهاجم الجبل أسود ستيفان ميلوشيفيتش ضمن قائمة اللاعبين الأجانب المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق الأخضر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويبلغ ميلوشيفيتش من العمر 28 عاما، ويشغل مركز قلب الهجوم، كما يتميز بطول فارع وقوة بدنية كبيرة، إضافة إلى خبرة واسعة في الدوريات الأوروبية، إذ سبق له أن لعب في بلجيكا ورومانيا وإسبانيا، وحقق أرقاما لافتة خاصة في تجربته مع نادي ريكي FC اللتفي، حيث سجل 18 هدفا في موسم واحد. اللاعب حاليا في وضع حر بعد انتهاء عقده، وهو ما يجعل الصفقة ممكنة دون تكلفة انتقال، الأمر الذي يشجع إدارة الرجاء على الدخول في مفاوضات مباشرة معه. وبحسب نفس المصادر، فإن سوماكل بدأ بالفعل اتصالات أولية مع وكيل أعمال اللاعب لمعرفة مطالبه المالية، ودراسة مدى ملائمته لخطط المدرب لسعد الشابي الذي يبحث عن مهاجم قناص قادر على إنهاء الهجمات وتحويل أنصاف الفرص إلى أهداف. إدارة الرجاء ترى في ميلوشيفيتش صفقة يمكن أن تضيف قوة هجومية حقيقية للفريق، خاصة مع اقتراب بداية الموسم الجديد وسعي النادي للمنافسة بقوة على جميع الجبهات، سواء في البطولة الوطنية أو المنافسات القارية.